السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناه بلانر ادكت، والنهارده الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من تخطيط الشهر بتاعي. اللي شاف الفيديو اللي فات عملنا فيه التخطيط للشهر، سواء مواعيد او تنظيف وكل الكلام ده. النهارده الجزء الثاني هنكمل مع بعض شويه حاجات كده ناقصه في تخطيط الشهر، والناس اللي ما شافتش الجزء الاول هيظهر لكم على الشاشه تقدروا ان انتوا تشوفوه، والناس اللي اول مره تشرفني على القناه اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك وكمان تفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نشوف الفيديو. طيب تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه. اول حاجه انا بس جاوبت على شويه الحاجات اللي كانت ناقصه، زي مثلا السؤال اللي كان في الاول هنا. ابتديت هنا في المونثلي جول، بصراحه هنا اتلخبطت في الكلام اللي مكتوب عادي جدا، رحت جايبه ستيكي نوت ولازقاها بقى شكلها حلو ومديه شكل ستيكر. كتبت الحاجات المهمه بالنسبه لي قوي في الشهر، احنا شفنا اهدافنا الفيديو اللي فات، فكتبت الحاجات المهمه قوي. السوشيال لايف المهم اللي فيها ايه، كل الايفنتس اللي عندي، وتو دو ليست الشهر على بسيط لان طبعا دي قائمه صغيره جدا. هنا التاسكس باسكت انا كتبت فيها الكليننج تاسك اللي ورايا، كل واحده الديدلاين بتاعها ايه، ولو في اي مهام تانية هزودها في الصفحه دي. في ناس بتسالني دايما على صفحه المونثلي اكسبنسز، ليه يا خلود ما بتتكلميش عنها في الفيديو؟ ببساطه انا هنا الماسك الميزانيه في البيت وتصرفاتها هو زوجي مش انا، فبالتالي اي حاجه انا بكتبها هنا دي مصروفي الشخصي او فلوسي الشخصيه، فمش هتفيد قوي الناس في حاجه. انا يا دوبك بسجل بس الدخل وايه اللي خارج، مش اكتر من كده، فمش هتساعد حد هنا، يعني مش عامله فيها ميزانيه بيت او كده، فمش هتساعدكم قوي. فعشان كده انا مش بشرحها او مش بقولها في الفيديو. تمام. الجزء اللي بعد كده احنا اتكلمنا عن الكليننج ليست واتكلمنا عنها الفيديو اللي فات، ودي صفحه الاهداف وبرده اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. وهنا قسمنا المهام بتاعتنا. طب ايه اللي ناقص يا خلود؟ اللي ناقص ان انا هبتدي اعمل الميل بريب قبل التقسيمه الاسبوعيه، هعمل الميل بريب. طب الميل بريب ده هيبقى عباره عن ايه؟ هنا الجزء الثاني بقى اللي هنتكلم عنه النهارده. الصفحه دي عندي بالنسبه لي كده من اهم الصفح اللي في البلانر بتاعتي، بتتنقل معايا من البلانر من سنه لسنه. زي ما انتم شايفين، حتى هي مش مكتوبه على كمبيوتر، مش متظبطه، انا كل سنه اقولها هعملها وبنسى بصراحه. ف هي يعني ملازماني دايما بقالها سنين. دي قائمه المشتريات بتاعه المنزل الشهريه، كل حاجه دي الاكل، الخضار، التوابل، هنا المعجنات والحلويات، المشروبات، هنا القائمه بتاعه التنظيف. وببتدي امسك ورقه وقلم واكتب التو دو ليست الشهريه بتاعتي، انا يعني محتاجه اشتري ايه علشان اجهزه. فبعمل قائمه، اي ورقه فاضيه هنا الصفحه اللي فيها ورق فاضي ببتدي اكتب، اطلع ورقه من هنا كده، معلش البلانر بقى مليانه على اخرها فالورق يا دوبك على اخره. هنا همسك هنا اهو وابتدي اشوف، امسك الورقه دي بخرجها وبلف في المطبخ، والله انا عايزه فراخ، عايزه كذا، عايزه كذا، عايزه كذا، وابتدي اكتب الجروسري ريست او قائمه الخضروات والبقاله اللي انا عايزه اشتريها. بعد ما بكتبها كلها وبستفها ببتدي اعمل الميل بلان بتاعتي. زي ما قلت لكم انا دلوقتي ماشيه على نظام اكل صحي معين، فهبتدي بعد ما اطلع البقاله اقسم الوجبات بتاعتي، هبتدي اعمل قائمه البقاله بتاعتي وارجع لكم مره تانية. هنا انا كده خلاص كتبت الجروسري ليست بتاعه الشهر ده، ودي الحاجات اللي انا محتاجاها خلال الشهر ككل. طبعا في حاجات هتتجاب اسبوعيا زي الخضروات، الخيار، الطماطم، الخس، الحاجات اللي بتتعمل بيها السلطه دي بتبقى بشكل اسبوعي او كل 3-4 ايام بنشتريها علشان تبقى طازه. لكن في حاجات بنشتريها مره واحده من البقاله، فانا كتبت ليست بيها عشان نبقى عايزينها. في كل بقى القوائم اللي انا حكيت لكم عنها دي يستحسن طبعا تعملوا ورقه زي دي. انا ما اقدرش انزل لكم الورقه بتاعتي تعملوا زيها لان انا عارفه نفسي انا بيكي ايتر ومش باكل كل الاكل، فالحاجات اللي هتلاقوها مكتوبه عندي انتوا ممكن تبقوا عندكم اضعاف منها، فانتوا اكتبوا الحاجات اللي انتوا فعلا بتاكلوها في بيتكم او في اسرتكم وشوفوا انتوا بتستخدموها ازاي. الخطوه اللي بعد كده، بعد ما خلاص كتبنا الجروسري ليست، ببتدي اعمل الميل بلان بتاعه الاسبوع. انا بحب استخدم ايه في الميل بلان؟ بحب استخدم الويكلي تو دو ليست، دي كنت جايباها من
نوت بوك، فبحب استخدمها منها وببتدي اقسم. انا الدكتوره بتاعتي حطالي نظام اكل معين في الفطار والغداء والعشاء، فانا بتابع النظام ده وهعمل على اساسه الوجبات اللي انا هاخدها. طبعا انا ما اقدرش انصحكم باي نظام غذائي، لازم تتابعوا مع الدكتور الخاص بيكم لو انتوا عاملين نظام صحي او لو مش عاملين. فبنبتدي نقسم الاكلات اللي احنا عايزينها، واحنا بنعمل الاكلات بنفتكر كمان لو في حاجات تانية، بس عشان انا اوريدي عامله ده في الورقه دي مش بحتاج ان انا يعني حاجات تانية فوق اللي انا بكتبها، لان انا لما باجي بفكر في مشتريات البيت او في القائمه دي بفتكر مثلا لو انا هعمل سي مكرونه بشاميل، كل المكونات بتاعت المكرونه بشاميل ببتدي اكتبها، فهكذا انا بيبقى عندي كل الطلبات هنا. تمام، فببتدي هنا اقسم الوجبات بتاعتي، هبتدي اقسمها وارجع لكم مره تانية. هنا انا كتبت المنيو بلان بتاعه الشهر بتاعي او بتاعه الاسبوع بمعنى اصح. هنا انا كتبت الفطار والغداء لكل يوم من ايام الاسبوع، وكتبت في النوتس هنا السناكس اللي انا عايزاها او اللي انا هاكلها، وكتبت هنا قائمه الحاجات اللي انا هشتريها خلال الاسبوع ده، زي الفاكهه مثلا اخترت نوعين من الفاكهه، بقيه الاكل سواء الخضار او الوجبات بتاعه الغداء، البروتين اللي في الغداء. كتبت كمان الحاجات المهمه بالنسبه لي خلال الشهر ده، ان خلال الاسبوع ده ان انا اشرب 8 كوبايات ميه يوميا والمشي نص ساعه. دي كده الويكلي بلان بتاعه الاسبوع ده. انا هبتدي اشيلها كده واطبقها واحطها في هنا كده في الاسبوع بتاعي او في بدايه الشهر بتاعي. هنطبقها هنا كده في اي ورقه، ممكن نخرمها ونحطها كمان في الشهر بتاعنا، مفيش اي مشكله. فبالتالي لما اجي اخطط للاسبوع انا اوريدي خلاص عرفت الوجبات اللي انا هاخدها ايه هي، وابتدي اخطط للاسبوع بتاعي، وده اللي هنشوفه مع بعض. انا هنا كده خلصت اهم حاجه بالنسبه لي، الميل بلان والكليننج ليست. طبعا بالنسبه لشغلي ملوش اي علاقه بالبلانر دي، شغلي بيبقى كله في البلانر الصغيره دي، فدي خاصه بشغلي بس، سواء الورك شوبس او فيديوهات اليوتيوب او شغل البلانر او شغل عفوا الجروب، كل حاجه خاصه بشغلي بتبقى خاصه بالبلانر دي بس. فعشان كده هنا بتكلم عن حياتي العاديه والبيت وابني وكل حاجه خاصه بحاجه زي كده. هبتدي بعد كده ابتدي اقسم المهام بتاعتي على الاسبوع بمهام التنظيف الخاصه بالايام دي، وابتدي اقسم الايام بتاعتي واشوف انا ورايا ايه. طبعا الموضوع هيبقى سهل جدا هنا لان انا خلاص بقيت عارفه انا ورايا ايه في الايام دي، يا دوبك ببتدي انقل المهام خلال الاسبوع، وابتدي اكتب الحاجات التفصيليه الزياده زي روتين الصباح، روتين بالليل، ايه اللي انا هذاكره مع ادم بالظبط، الحاجات اللي انا هذاكرها كل يوم هنذاكر ايه، وهكذا. ده كده بشكل عام التخطيط الاسبوعي. يلا بينا نبتدي نكتبه مع بعض وارجع لكم مره تانية. طيب انا كده خلاص قسمت المهام بتاعتي على الاسبوع، او بمعنى صح على اول 4 ايام في الشهر، لان دول اول اسبوع عندي في فبراير يعتبر اللي هو الاسبوع الخامس من السنه. قسمت المهام بتاعتي بناء على الجدول اللي انا كنت مقسماه شهريا. انا ما ورايش لحد دلوقتي مشاوير، فلذلك الجدول زي ما انتم شايفين كده مليان حاجات في البيت. هنا كتبت الاماكن التنظيف اللي قلنا عليها، اللي هي اول يوم وتاني يوم المدخل. ابتديت اقسم ايه اللي هعمله في اول يوم وايه اللي هعمله في تاني يوم. يوم الثالث قسمت فيه المذاكره والامتحان، كمان يوم تاني يوم هعمل فيه مذاكره المستوى بتاع زايد. انا في المستوى الرابع دلوقتي. ناس كتير بعتت سالتني بتذاكري ازاي يا خلود لزايد وبتقسمي الايام ازاي. انا ايامي غير ايامكم، فكل واحد فينا جدوله غير التاني. انا لقيت ان انسب طريقه ليا وبعتمدها من المستوى التاني هي المذاكره يوم الخميس والجمعه، والامتحان بيبقى يوم الجمعه. وفي الفاينل انا باخد كل يوم ماده وبذاكرها فيها وبمتحنها فيها. ده بالنسبه لي احسن حاجه، ولو حبيت اسمع المحاضره بسمعها صوتيا مش بتفرج عليها. فده بالنسبه لي كده يعني ممتاز جدا. ولو ما بسمعش كل المحاضرات كمان، الا لو حاجه ما كنتش فاهماها في الكتاب، فببتدي يسمع المحاضره يتفرج عليها على اليوتيوب. ده كده بالنسبه لي بالنسبه لجدول المذاكره وبالنسبه لجدول التنظيف. كمان بالنسبه لجدول ادم ومذاكرته، بكتب كل يوم هنعمل ايه بالظبط في السكادول بتاعه. لو في الجمعه او السبت فاميلي نايت او موفي نايت، هنا هنفكر لسه في الفيلم وهبتدي
ان انا اكتبه عشان ابقى مجهزاه اللي هنتفرج عليه كلنا. انا بخطط يوم الجمعه ان احنا ممكن نخرج، فده البلان المبدئي. في حاجات بتبقى روتينيه انا بكتب مجرد ان انا بكتب بس الديلي روتين بتاعي علشان ابقى عارفه ان هنا في ديلي روتين هيتعمل. كمان حابه الشهر ده استخدم السيلف كير تو دو تشيك ليست دي، كنت جايباها من مفكره. هي انا مش متذكره سعرها بصراحه، بس كنت جايباها من فيرجن ميجا ستور، معرفش هتلاقوها في الويب سايت ولا لا، بس هي حلوه قوي، متقسمه على ايام الاسبوع والحاجات اللي بنعملها سكين كير. فهستخدم دي بالنسبه للسكير كير. وبالنسبه للعادات انا ضفت بس العاده الجديده اللي انا عايزه اعتمد عليها الشهر ده، اللي هي شرب الميه، لان انا ضايعه في موضوع شرب الميه ده. والتدوين كده كده انا ابتديته من الشهر اللي فات، مكمل معايا الشهر ده. هنا كتبت الجراتيتيود ليست بتاعت الاسبوع ده وبس كده. يبقى انا كتبت الجروسيري ليست والمنيو بلان بتاعتي، وعملت كمان تقسيمه الاسبوع بتاعي. كده مش فاضل غير الكتاب اللي انا هقراه. انا بصراحه ابتديت الشهر اللي فات كتاب عبوديه الكراكيب، ولكن لسه ما خلصتوش لظروف خاصه بيا، فهيبقى هدفي ان انا اخلص الكتاب ده الشهر ده. لو لحقت اخلصه قبل ميعاده ممكن اخش في الكتاب التاني وهو وهم المقارنه. بس ما اعتقدش ان انا هدخل في الكتاب التاني، هيبقى الكتاب ده لسه مستمر معايا شهر فبراير هخلصه. انا ما بهتمش ابدا بكم الكتب اللي قريتها، انا بهتم بالمحتوى اللي انا استفدت بيه والمعلومات اللي انا طلعت بيها. فمش مهم عندي الكم ان انا اخلص في السنه عدد معين من الكتب، المهم عندي اكون استفدت منها. وده كده بشكل عام التخطيط للبيت ولحياتي، غير خاص بالشغل اطلاقا. ده كده بس التخطيط العام بتاع كل حاجه تانية. يا رب اكون فدتكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت وانا هرد عليها، وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.